انا عايزك تعرف ان ده الجزء الاخير من حكايه نيجي، ولو ما شفتش الجزئين اللي فاتوا فانا جمعتهم لك في فيديو واحد وهسيب لك رابط الفيديو ده في الوصف. وعايز اعرفك ان اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص من حكايه نيجي. حرفيا الجزء ده فيه كل حاجه، دراما، حزن، رومانسيه. حرفيا الجزء ده عظيم بمعنى الكلمه. ويلا عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدا. بيبدا الجزء ده بليلينا وهي بتحلم بنيجي، وبقت حاسه بتقلب في مشاعرها وحاسه انها بتحب نيجي، فبتروح ليلينا المكتبه عشان تقرا عن الحب عشان هي بتكون ما تعرفش حاجه عنه. فبتشوفها واحده زميلتها في المدرسه وبتنادي عليها، وبتكون البنت دي التانية على الفصل لان ليلينا بتكون الاولى على طول. والبنت بتقول لليلينا انها عايزه تكون صديقتها عشان هي عايزه تتعرف عليها اكتر. وبتكون البنت دي عارفه ليلينا من زمان عشان هي معروفه في الفصل، وبتكون ليلينا رافضه انهم يكونوا اصدقاء. ولكن لما البنت بتقول لها كلام شبه كلام نيجي بتوافق بعدها انهم يكونوا اصحاب. وبعدها بنشوف نيجي في المدرسه وبيكون ما عادش بيكلم مساكي زي الاول، وبيجي المدرس بتاع نيجي وبيخليه هو وصاحبه اللي اسمه تاكيدا يروحوا على دوره خاصه بالناس اللي جالهم الاشعاع. ولما كانوا ماشيين بيقابلوا نساكي واللي بيكون عارف عن الدوره من اهله. وبعدها لما بيروحوا الدوره بيتعرف نيجي على شريكه تاكيدا واللي بيكونوا مناسبين لبعض جدا. وبيكون تاكيدا حكى لشريكته عن نيجي وانه كان صاحبه وهو في ابتدائي. وساعتها بيسال تاكيدا نيجي عن شريكته، فبيقول له نيجي ان هي لسه ما جتش. وبيكون نيجي قلقان جدا على ليلينا علشان اتاخرت. بس بعدها بتيجي ليلينا وبتكون جميله جدا وبيعجب نيجي بتسريحه شعرها، وبتديله ليلينا تمثال كهديه ليه. وبيحب نيجي التمثال ده جدا عشان هو بيحب الحاجات الاثريه. وبيكون نيجي جاب لها تمثال على شكل قطه، وبيكون شكلها مش حلو بس بتعجب ليلينا جدا. وفي الوقت ده بنعرف ان شو صاحبه مساكي شغاله في المكان ده وبتراقب الناس اللي في المكان واللي من ضمنهم نيجي وليلينا. وبتكون الدوره دي عباره عن محاضره عن الازواج واللي بيحصل بينهم. وبتكون ليلينا اول مره تسمع الكلام ده، وبيكونوا عاملين الدوره دي عشان يقربوا الشركاء من بعض اكتر. وبتعرفهم الموظفه ان كل 2 شركاء هيناموا مع بعض في اوضه واحده. وبيجي الموظف اللي كان سلم لنيجي الاشعار لما كان قاعد مع مساكي وبيقول له انت لازم تختار واحده منهم في اسرع وقت، وكمان بيقول له انه هيكون متراقب في الاوضه. فبيتصدم نيجي وبيخافوا. وفي الوقت ده بيسمع بنت بتتكلم مع شريكها وبتقول ان هم لازم يقربوا من بعض في المكان اللي جاي عشان ما يحصلهمش مشاكل، وممكن درجاتهم تقل كمان في المدرسه، وممكن كمان يترفضوا من المدرسه. لما بيروح نيجي وليلينا على اوضتهم بيكون نيجي خايف على ليلينا، وبيكون خايف لا تقل درجاتها في المدرسه لو عرفوا انهم بيمثلوا انهم مرتبطين. وبيكون عايز يبين انهم مبسوطين عشان محدش يلاحظ. وبيروح على ليلينا وبيعمل نفسه بيبوسها، ولكن بيبوسها بجد. لكن بتزعل ليلينا جدا منه عشان عمل كده، لكن بيقول لها ان هو عرف ان في كاميرات هنا وانهم متراقبين، ولو ما كانش عمل كده كانوا هيتعاقبوا هما الاتنين. فبتقول له لينا اللي انت بتقوله ده مش صحيح، ولو كان كلامك مظبوط كانت الناس هتشك في الاشعارات وكان النظام ده هيتلغي. وبتكون لينا زعلانه منه وبتكون خايفه منه، فبيزعل نيجي وبيتضايق من نفسه على اللي هو عمله. وتاني يوم بيقابل نيجي الراجل اللي كان قال له ان هما هيكونوا متراقبين، وبنعرف ان الراجل ده كان بيشوفه وهيختار حب المساكي ولا الاشعار. وبيطلع ان نيجي ممكن يختار لينا بدل مساكي، فبيزعل نيجي جدا وبيمشي. وبتكون لينا بطلت تكلم نيجي من ساعتها. وبعدها لما كان في المدرسه بيكون الطلاب هيعملوا مسرحيه روميو وجولييت بس بالعكس، يعني الولد هيكون بنت والبنت هتكون ولد. وبيكون مساكي هو جولييت عشان هو شبه البنات، ومساكي هي روميو. ولما كانت مساكي بتتدرب بتاخد بالها ان نيجي زعلان، ولما كان نيجي بيساعد زمايله بيقع التمثال اللي عطته لينا. فلما كان بيجيب التمثال ايده اتعورت، ولما عرفت مساكي اللي حصل بتروح له بسرعه عشان تطمن عليه، وكمان بتساله هو زعلان ليه كده. فبيحاول نيجي يخبي عليها لكن ما بيعرفش، فبيقول لها ان هو زعلان عشان ضايق لينا وجرح مشاعرها، وهي بطلت تكلمه بقالها شهر وهو مش عارف يعمل لها ايه. فبتقول له مساكي ان هي هتقابلها عشان تعرف هي فيها ايه. ولما بيتقابلوا بتقول لها لينا ان هي حاسه بتقلب في مشاعرها وان هي مفتقده نيجي جدا. وبتكون مساكي زعلانه بس مش بتبين. وفي الوقت ده بيكون نيجي قابل الراجل اللي سلمه الاشعار وبيحكي له نيجي عن مشكلته. فبيقول له الراجل ان هو عارف مشكله زي مشكلته حصلت مع شخص قبل كده، وبيكون الشخص ده اتحط في نفس المشكله بتاعت نيجي، ولكن الشخص ده اختار شريكته من الاشعار ورفض البنت اللي بيحبها، عشان كده هو ندمان طول حياته. فبيقول لنيجي ان هو لازم يعمل الصح ويفكر كويس عشان ما يندمش طول حياته زي الشخص ده. فبيتأثر نيجي من كلامه، وبعدها بيروح عشان يكلم لينا ويعتذر لها عشان يخرجوا مع بعض. وبيكون حاسس ان هو بيحب لينا اكتر، لكن لينا مش بترد عليه. وفي الوقت ده بنشوف مساكي واللي بتكون زعلانه عشان لينا بتحب نيجي وحاسه ان هي هتكون بره حياته، وبتكون زعلانه جدا. وبعد مده بتبعت لينا رساله لنيجي بس عن طريق البريد، وبتقول فيها ان هي بقت بخير وموافقه يخرجوا مع بعض، وبتقول انها اسفه عشان ما كانتش بترد عليه. ولما كان نيجي بيقرا الرساله بيكون فرحان وبيروح المدرسه وهو مبسوط. ولما كان في المدرسه بيساعد زمايله في التجهيز للمسرحيه. وبنشوف مساكي ونساكا وهما بيتدربوا، وبيكون نساكا مكسوف عشان هو اللي هيكون البنت،
والناس هتتريق عليه. وبعدها بيتقابل نيجي وميساكي وبتكون ميساكي فرحانة عشان نيجي فرحان. وفي نهاية اليوم لما كان نيجي ونيساكا مروحين بيكون نيساكا قرر يسيب المسرحية عشان هيكون بنت والناس هتتريق عليه، لكن نيجي بيقنعه في الاخر. وبنشوف بعدها نيجي واللي بيكون بعت رسالة للينا وبتكون شافتها وردت عليه وبتكون العلاقة بينهم بتتحسن. وبنشوف ميساكي واللي بتكون بتتمرن كتير عشان ما تفكرش في نيجي، وبيكون ورق الدعاية بقى جاهز وبيروح نيجي عشان يوزعه فبيوقع ورق الدعاية منه. فبتشوفه ميساكي وبتساعده فبيقول لها نيجي انا حاسس انك مش كويسة. فبتقول له ميساكي ان هي ضغط على نفسها في التدريب عشان تكون بعيدة عنه. ولما بينزلوا على جنب كده بره المدرسة بتسأله ميساكي عن لينا وبتقول له بقت بتحبها ولا لا. انا عارفة ان هي جميلة ولطيفة بس نيجي بيقول لها انا بحبك انت مش كده ولا هو ايه الحب اصلا. بتضحك ميساكي ضحكة كلها زعل وبتقول الحب لما تكون مهموم طول يومك ولما تشوف اللي بتحبه تنسى كل همومك وتكون فرحان. الحب هو انك تكون مستني اللي انت بتحبه لفترة طويلة عشان تشوفه مرة واحدة بس وهو معدي. ميساكي بتكون بتقول كده وهي حزينة جدا. بتقول يا نيجي انا حبيتك من 5 سنين وكل يوم كان بيعدي كان بيزيد حبك عندي اكتر واكتر. ولما كنا في ابتدائي اتمنيت نروح رحلة مع بعض، ولما كنت في اعدادي اتمنيت اعترف لك بحبي، ولما كان زمايلي بيتكلموا عن الحب كنت انت اللي بتيجي في بالي على طول. وبنشوف ميساكي واللي بتكون زعلانة وبتعيط وبتقوله بعد الحب ده الاشعارات اختارت لك بنت تانية والمفروض ابعد عنك والمفروض ان انا ما اقولكش الكلام ده دلوقتي بس انا بحبك يا نيجي. نيجي بعد ما شافها في الحالة دي ما قدرش يمسك نفسه وراح عندها وحضنها. ميساكي عينيها كلها دموع ونيجي في الوقت ده عرف هي مين حبيبته الحقيقية وعرف ساعتها قد ايه هو كان غلطان في حقها. بس بعدها ميساكي حست بالذنب ناحية لينا فبتتأسف لنيجي وبعدها بتمشي. وبعدها بنشوف نيجي واللي بيكون بيوزع ورق الدعاية على الناس عشان تشوف المسرحية بتاعت فصلهم. وفي الوقت ده بنشوف نيجي ميساكي وهي في هدوم العرض وبتكون جميلة في اللبس ده. وساعتها بيروح عليها شوية من البنات عشان يتصوروا معاها وبتيجي شو بنتين تانيين عشان يشوفوا ميساكي. فبيخلع نيجي من المكان عشان في بنت كانت بتضربه وهو صغير وبتكون واقفة عند شو. لما بيمشي من المكان بيقابل الراجل من الحكومة وبنعرف ان هو كمان هيكون في المسرحية عشان هو بيكون المسؤول عن الناس اللي جالها اشعار واللي من ضمنهم نيجي. ولما نيجي بيسأله عن الاشعار اللي جاله وكان بيجمعهم ميساكي بيقول له الراجل ان الاشعار ده مش حقيقي فبيزعل نيجي جدا. وبنشوف لينا واللي بتكون وصلت على الحفلة وبنشوف صاحبتها واللي بتكون جت معاها. ولما كان نيجي بيوزع ورق الدعاية بيشوف لينا وبيكونوا محروجين جدا من بعض فبيسيبوا لينا وبتطلع على الحفلة. وبيكون نيجي زعلانة عشان مفكرها زعلانة منه. ولما بيحكي لنيساكا على اللي حصل بيقول له نيساكا ان هي عمرها ما هتيجي المسافة دي وهي زعلانة منه. وبنشوف بعدها الطلاب اللي جهزوا عشان المسرحية وبيكون نيجي واقف كده ومش لاقي حاجة يعملها عشان يساعدهم بيها، ولكن لما بيجي يساعدهم مش بيعرف. لكن لما بيكون واقف عند نيساكا بيقول له نيساكا ان هو اللي اقنعه يجي المسرحية ولما كانش اقنعه ما كانش هيمثل في المسرحية. فبيتأثر نيجي بكلامه. وساعتها لما بيشوف نيساكا في لبس جولييت بيندهش منه عشان هو بيكون شبه البنات جدا. ولما بتبدأ المسرحية بتكون ميساكي مش مركزة بس لما نيجي بيشجعها بتتحمس وبتأدي أداء رائع وبينبهر الجمهور من العرض. وبعد العرض لما كان نيجي ماشي بيقابل شو اللي بتسأله عن الإشعار اللي بيجمعه ميساكي فبتسلم نيجي عشان محدش يعرف عن الإشعار ده غير ميساكي والاتنين من الحكومة. فبيسألها نيجي وبيقول لها ميساكي اللي قالت لك فبتقول له ميساكي ما قالتش حاجة. فبتصدم نيجي وبتكون شو عارفة ان ميساكي تعبانة بسبب حبها لنيجي عشان كده وقفت نيجي وقالت له كده وبتقول له ان البنت اللي المفروض تتجوزها هي ميساكي. فنيجي بيتصدم بعد ما بيسمع كلامها ولينا كمان سمعت الكلام ده وهي ماشية. فلما بتروح لينا عشان تفهم اكتر بتمشي شو وبيكون نيجي ولينا واقفين مصدومين من الكلام اللي سمعوه. فبيقرروا انهم ياخدوا رقم شو من ميساكي عشان يكلموها هما الاتنين. وبعدها بيروحوا على اصحابهم عشان يهنوهم على ادائهم الرائع في المسرحية. وبتصدم لينا لما بتعرف ان نيساكا هو اللي عمل دور جوليتو. وبتكون عيلة نيساكا وصلوا وبيضحكوا عليه وبيكون ابو نيساكا عارف ان نيجي كان خد ابنه معاه رحلة التخييم فبيشكره وكتعبيرا عن امتنانه بيعزمه على فرح ابنه الاكبر وبيقول له هات اي حد انت عايزه معاك. وكمان بيعزموا ميساكي ولينا على فرح وبتكون لينا نسيت تاخد رقم شو من ميساكي فيقول لها نيجي انه هيتصرف وياخده. وتاني يوم في المدرسة بعد ما خد رقم شو بيكلمها ولما بتشوف اسمه بتعمل له حظر من على تليفونها فبيزعل نيجي وبيروح على لينا وبيحكي لها اللي حصل فبتكلمها لينا عشان يقابلوها وبتوافق شو بعد ما بتكلمها لينا. وتاني يوم بيروحوا لها على مدرستها وبيستنوها هناك. وبيكون نيجي مصدوم من المدرسة لانها بتكون خاصة بالعباقرة ولينا بيكون بالنسبة لها عادي لانها بتكون في نفس مستوى مدرستها. ولما بتروح لهم شو بتسألها لينا عن الاشعار اللي يخص نيجي وميساكي فبتاخدهم شو على مكانها المفضل عشان تكلمهم هناك. وساعتها بتقول لهم ان هي عايزة تحمي ميساكي عشان هم اصحابه وبتحكي لهم عن ميساكي لما كانت صغيرة وبتقول لهم انها كانت بتشتري صور لنيجي على الرغم من انها مش في نفس الفصل بتاعه عشان تشوفه بس. وبتقول لهم شو ان هي مش عايزة ميساكي تكون زعلانة وان الرابط بينها وبين نيجي مش مجرد اشعار. وبتكون لينا مصدومة عشان ميساكي ما قالتلهاش على كل ده. وبيكون نيجي قاعد مصدوم ومتأثر. وفي الوقت ده بيجي الموظف بتاع الحكومة وبيقول للشو تسكت
عشان هو المسؤول عن نيجي وليلينا، وبيعرفها ان هي كده بتفسد العلاقه بينهم، فبتمشي شو من المكان. وبيعرفهم الراجل ان جدة شو هي اللي اسست نظام الاشعارات، وعشان شو ذكيه ممكن ان هي اللي تمسك الاشعارات مكان جدتها في المستقبل. وبعدها بيروح نيجي وليلينا وبيكونوا مصدومين من اللي عرفوه. بتكون ليلينا زعلانه ومفكره ان الاشعار بينها وبين نيجي كان غلط ومش حقيقي، فنيجي بيطمنها وبيمسك ايدها وبيمشوا. وبيكون نيجي بيحس بمشاعر حب ناحيه ليلينا. وتاني يوم بيروح نيجي ونيساكا والبنات على فرح اخو نيساكا، وبيكون نيجي بيفكر وهو ماشي هيختار من ليلينا ولا ميساكي. وبعد ما بيوصلوا بيقعدوا مع بعض، وبيدخل العريس والعروسه بالاطلاله الجميله، وبتكون ميساكي وليلينا مبسوطين وفرحانين. فبعدها بتبص ليلينا لميساكي وبتشكرها عشان هي احسن صديقه ليها. وميساكي كمان بتقول لها انا فرحانه عشان انت صاحبتي، وكمان انت جميله ومرحه. وبتقول لها على فكره انت هتكوني اجمل من العروسه في فستان الفرح، وكمان ما تنسيش تعزمينا على فرحك انت ونيجي. وبتكون ميساكي بتقول كده وهي كلها وجع من كل المشاعر اللي كاتماها جواها. وليلينا بتكون مستغربه ومش فاهمه حاجه. ولما بيخلص الفرح بيخرجوا عشان ياخدوا صوره جماعيه ويحدفوا الورد. وفي الوقت ده نيجي بيدور على تليفونه ومش بيكون لاقيه، وبيكون افتكر ان هو نسى في المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه. ولما بيروح هناك بيتصدم من اللي شافه. بيشوف ميساكي وهي قاعده على الارض ومنهاره من العياط، لانها ما قدرتش تكبح مشاعرها طول الفتره دي وفضلت تعيط. وبيكون نيجي مش عارف يعمل ايه دلوقتي. فميساكي بتقول له بصوت كله وجع قول لي انك بتحبني حتى لو كان ده كده. انا مدركه ان ده ما ينفعش، بس والنبي قول لي كده. ونيجي بعد ما سمع اللي هي قالته ما مسكش نفسه وحضنها، والبنت برضه بتعيط. وبيكون مشهد مؤثر بمعنى الكلمه. وبتكون ليلينا واقفه تتفرج على كل اللي حصل، وبتكون متاثره جدا من اللي حصل. وبعدها بتمشي. ولما بيخلص اليوم بيروح كل واحد على بيته. وتاني يوم بيصحى نيجي عشان يروح رحله مع عائله ليلينا، رحله للينابيع الساخنه. وبتكون الرحله جميله والكل فرحان. ولما بيروح نيجي وليلينا عشان يناموا بتصحى ليلينا وبتصحي نيجي وبتقول له انا عايز اقول لك على حاجه، انا اخدت قرار اني اخليك تتجوز انت وميساكي. وبيكون نيجي مصدوم من الكلام، وبيكون مصدوم اكتر عشان ليلينا هي اللي بتقول له كده. فبتقول له ليلينا انا قبل ما اقابلكم كنت وحيده من غير اصدقاء، والحاجه الوحيده اللي كنت بعملها هي المذاكره بس، ولكن بعد ما اتعرفت عليكم حبيت الحياه وبقى عندي اصدقاء. حبك انت وميساكي عنده القدره في اسعاد الناس. وكمان انا قريت عن الاشعارات وعرفت ان الشريكين لو ما حصلش بينهم تفاهم لمده 6 شهور بينفصلوا بدون اي غرامات. وبيكون نيجي حاسس بحاجه غريبه، وهي ان هو عايز ميساكي بس مش عايز يسيب ليلينا عشان بيحبها هي كمان. وبتكون ليلينا بتعيط هي كمان، وبتقول له خلينا نقضي الليله دي مع بعض وربنا يحلها. وبعد فتره بتروح ليلينا وميساكي يجربوا فستان، وبيكون نيجي قاعد في البيت ومش عارف يعمل ايه. فبيجي له ميساكي وبيقول له مالك حاسك زعلان من حاجه. فبيقول له نيجي على اللي حصل، وبيقول له انا بحب ميساكي وكمان بحب ليلينا ومش عايز اسيبهم هما الاثنين. فنيساكا بيقول له الحل، بيقول له طالما بتحبهم هما الاثنين يبقى لازم تعترف لهم هما الاثنين بمشاعرك. ونيجي اول ما بيسمع الكلام ده بيكون سعيد جدا وفرحان، وبيلبس الجاكيت وبيجري بسرعه عشان يروح لهم. وفي الوقت ده بنشوف ليلينا وميساكي وهما لابسين الفستان، وبيكون شكلهم جميل جدا، وبيكونوا واقفين قدام الكاميرا وبيكونوا زعلانين عشان نيجي ما شافهمش وهما لابسين الفستان. وفي الوقت ده بيوصل نيجي على المكان، ولما بيشوفهم بيقول لهم ايه الجمال ده كده، كوكب الارض زاد قمرين كمان. فبتعيط ميساكي من الخجل. وبعدها بيقرر نيجي يتصور جنبهم هما الاثنين عشان الكل يعرف ان هو بيحبهم هما الاثنين. وبكده بيكون الانمي انتهى. اي نعم ان الانمي نهايته مجهوله للبعض منكم، بس الانمي فيه رساله جميله جدا، وهي انك ما تخليش البنت تحبك وتتعلق بيك وبعدها تسيبها، عشان البنت بعدها هتكون متدمره نفسيا. وبس كده. وما تنساش تقول رايك عن الانمي في تعليق، ولو كنت مكان نيجي كنت هتعمل ايه. وبكده اقدر اقول لك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زر الاشعارات عشان لما انزل اي فيديو جديد تكون انت اول واحد يشوفه. ويلا يا عم سلام.